سلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في يوميات منال. يا ريت اللي يشوفني لاول مره ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان ان شاء الله يوصل له كل جديد. ان شاء الله النهارده بقى كده روتين ايه؟ الروتين اليومي. نبدا مع بعض كده بقى نوريكم ايه النهارده. ما فيش لا شيل كنب ولا شيل حاجه خالص. كل اللي هنعمله ان شاء الله كده بننضف مع بعض الشقه كده ايه، تنظيفه، اللي هو الشغل من غير شيل سجاد ولا يحزنون. عشان كل مره طبعا انتوا عارفين انا بشيل السجاد، لكن انا طبعا كل ده شايلاه وموضباه عشان خاطر الشتاء. فالنهارده الترويق ايه؟ هيبقى على الماشي كده، ماشي. كده بقى ان شاء الله. بصوا، انا طبعا اللي هناك ديت الستاند اللي كان في الحمام خدته يعني كده، عفوا، حطيت فيه الاحذيه اللي احنا بنستعملها ايه، اللي هي يومي بمعنى اصح، بدل ما بتبقى على الارض جنب الجزامه وكده وجيب تراب وحاجات من دي. فقلت لا، نشيل كده والبول هنا اللي بيها ما نخليش ايه تراب على الارض، لان بصراحه الباب ده عامل لي مشكله. بصوا بقى، انا بره كده في الطرقه بتاعت قدام الشقه، يعني الطرقه اللي بين الشقق بيننا وبين بعض، بيننا وبين الجيران، كبيره جدا وفيها شباك مفتوح على ارض كده، يعني ارض هي ارض زراعيه، وده اللي انا مستغربه له يعني. ارض زراعيه بس بيجي لنا منها كميه تراب غريبه، وده مش عارفه ليه. فالباب على طول كله تراب. فانا بصراحه ايه يعني ايه، بحب انفضه، لان طول ما عليه تراب تحس ان الشقه ايه مهجوره. يعني الباب من بره بصراحه كده لو غبت عنه يومين كأن الشقه ما فيهاش حد. كده طبعا بقى التنفيض ده على الماشي كده، اللي هو بلم الحاجه مكان ما احنا بنقعد اهو. هنا كده دي الشلت او الخداديه بتاعت السرير، بحطها تملي اسند عليها هنا. انا طبعا اختي ايه طبعا العروسه، يمكن هنا، يمكن اكيد انتوا عارفين ان على طول كنت بتكلم عليها على القناه كده. ادي اختي وبنوتي انا اللي مربياها. هي عقبال يا رب ربنا ما يدي كل اللي محتاج يا رب. هي حامل و... وطبعا بصراحه يعني الفيديو ده بتاع امبارح مش بتاع النهارده، عشان مبقاش كدابه ايه، مش بكدب عليكم. آه، قمنا النهارده اليوم اللي بسجل لكم فيه ده تاني يوم تصوير. هي قاعده معايا على فكره، بقالها فتره من ساعه ما حملت كده وهي تعبانه. جت بعد ما حملت بكام شهر كده تعبت. انا بيني وبينها مسافه قريبه جدا، يعني بيني وبينها مثلا بتاع 300 متر مثلا، بين عمارتي وعمارتها. فبدل ما نفضل رايحين جايين قلت لها لا، خليكي جنبي كده ابقى مطمنه عليكي، وايه قاعده معايا يعني بقالها شويه. المهم النهارده قمنا طبعا يعني على حاجه كده ضايقتنا بصراحه كلنا، عايزاكم يعني، انا بدخلكم في مواضيع التانية بس معلش. عايزه عايزاكم تدعوا لها ان شاء الله ربنا يستجيب لدعائكم، ولدعانا ان ربنا يكمل لها على خير، لان هي طبعا واخده دور البرد اللي مع كل المصريين اليومين دول، لان احنا عندنا دور دلوقتي منتشر في مصر اسخن من الكورونا. تمام. خدته طبعا مع العطس والكحة وده، والعلاج طبعا اللي بتاخده مش علاج مكثف، ان مثلا واحدة طبيعية او واحدة عادية مش حامل هتاخده، بتاخدي مضادات حيوية وكده، فمهما كان البرد بخفيف عليكي. لكن هي طبعا عشان الحمل وكده، فالحاجات اللي بتاخدها او العلاج النسبة فيه بسيطة، فواخدة البرد بجد. طبعا الكحة والعطس وكده، فالمية اللي على البيبي نزلت، او بعد الشر يعني مش كلها عشان بعد الشر يا رب، النسبة قلت جدا. والدكتور النهارده يعني احنا كل ما نروح له كان بيطمنا ما تقلقوش، لان هي طبعا بعد ما حملت بفتره قريبه كانت اكتشفنا ان هي عندها جرثومه المعده، فما بتاخدلهاش علاج، فبتعاني بقى لها كام شهر منها. فكنا على طول عند الدكتور، كان يقول لنا لا، البيبي الحمد لله ما فيش حاجه، بس المشكله كلها في الجرثومه دي، لان انا مش هقدر اديها علاج ليها. المهم رحنا النهارده بصراحه صدمنا، بقولت ان ده خطر وغلط فاهماني. طبعا الستات اللي كانوا حوامل قبل كده عارفين ان في حاجات كده وعلامات بتيجي بتدل بمعنى صح على الخطر. لان هي في الشهر السادس، والشهر ده شهر كلنا عارفين ان هو بيبقى خطر جامد لاي حاجه يعني بتتعرض لها الحامل. فربنا يعديها على خير يعني. فعايزاكم تدعوا لها ان ربنا يكملها على خير، لان بجد بجد النهارده كانت نفسيتها بجد متدمره. يعني انا يمكن انا بسجل لكم الفيديو دوت وهي في الاوضه جوه بعد ما هديتها وكده، وقلت عشان انزل فيديو للقناه. ف فبأمانة عليكم ادعوا لها ان ربنا يكمل لها على خير. ده اول بيبي واول فرحه لينا، لان احنا بقى دي اخر بنوته عندنا.
في اخواتي وتعتبر بنتي، يعني انا اللي هيجي ده او نونا اللي هتيجي دي هتبقى، يعني انا هبقى جده مش خاله، لان انا اللي مربياها. فربنا اللي يعلم يعني الواحد متأثر قد ايه، وبندعي ان شاء الله ربنا. انا متفائله خير باذن الله، انا الواحد بيتعشم في ربنا خير، ان ربنا يكمل لها على خير يا رب. فامانه عليكم ادعوا لها. عايزه بقى دعاكم كده، ادعوا لها كده ان ربنا يا رب يكمل الكام شهر على خير، لان انا كانت موضوع الجرثومه ده كان بالنسبه لي برضو مشكله ليها، وعمالين نقول يا رب قضي الايام دي على خير. فجه الموضوع النهارده ده بقى موضوع اكبر. هو الدكتور كتب لها على حقن وعلاج وكده هتمشي عليه، وهنروح له ان شاء الله يوم الخميس عشان نطمن على على الجنين بقى ايه، يعني ايه وصل لحد فين، او الميه زادت او لا او كده. بس ان شاء الله انا عشمانه في ربنا خير يعني. فادعوا لها بقى، ما تنسوش، امانه عليكم. معلش انا خدتكم في مواضيع، لان انا المفروض ان انا من هنا ورايح اقول لكم الروتين اليومي اللي ماشي معايا هيبقى ايه. فبصراحه انا يعني انا قصدي ان انا اقول لكم، او قصدت ان انا اسجل الفيديو ده بالذات واقول لكم، احكي لكم اللي حاصل النهارده عشان تدعوا لها. معلش بقى انا اخوكم في كلام. بصوا ده زيت. الزيت دوت انا بجد نسيت اسمه بامانه، ما تزعلوش مني. المره الجايه اقول لكم على اسمه. هو زيت حلو قوي للخشب وللجلد. كان جوزي قال لي عليه، قال لي في نوع زيت حلو قوي بيحكوا عنه جايبينهم عندهم هم في الشركه وكده. فسأل قالوا له الزيت ده اسمه كذا. فرحت جبت شويه صغيرين دول، ما تبصوش لحجم الازازه دول ب 10 جنيه. فانا قلت هجيب اجرب الاول، لو عجبني هجيب منه ايه كميه. بجد بجد خلى المكتبه كانها جديده لانجب بصراحه، يعني عشان اكون صريحه معاكم. ان شاء الله المره الجايه افتكر، لان انا النهارده بجد الحمد لله اليوم اتقضى برضو على خير، نحمد ربنا. وقدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله يكمل لها على خير باذن الله، عشمانين في ربنا. بصوا الجزء ده، وبصوا تحت الشاشه هتلاقوا، بصوا الجزء ده جديد لانج، بصوا اهو. حلو قوي باذن الله. اقول لكم على اسمه بقى المره الجايه عشان اكون افتكرت، او ممكن وانا بسجل كده لو افتكرت اقول لكم. كده خلاص بقى الريسبشن كده خلاص. بصوا بقى، انا عشان ما حدش يقول انتوا تكنسي بالماشيه ليه، انا عندي مكنستين، واحده صغيره وواحده كبيره. الكبيره يعني الوش بتاعها مكسور، ما غيرتوش لسه. والصغيره عندي ممله بجد. وانا بصراحه انا وديت فاطمه الحضانه، وما صدقت جيت هي نايمه والدنيا فاضيه وهي في الحضانه. فقلت بقى ايه، اصور لكم كده الروتين بتاعنا. هو طبعا مش هتبقى الشقه كلها، انا بعمل يعني هصور لكم الجزء اللي هو بره بس. والنهارده بقى يعني خليكم معايا لنهايه الفيديو كده، نعمل حاجه كده للشتاء. انا مش عامله اكل النهارده، لان انا عندي مكرونه بشاميل وعندي فراخ وكده حاجات من امبارح كتير، فحرام بصراحه لو عملت حاجه النهارده. فقلت النهارده مش هعمل اكل، وخلي بقى ايه بكره باذن الله. والنهارده نقضيها بالموجود في البيت. اهو بصوا بقى الباب. بصوا الباب دوت، يعني مش عايزه اقول لكم لو سكت عنه يومين بيبقى منظره عامل ازاي. ومع ان المفروض ان انا ما اعملوش ببليد، لان البليد هيلم تراب اكتر. بس برضه اقول لا، يبقى شكله حتى نضيف شويه. ببقى تحت مثلا بجيب حاجه او جايه من بره، ببص على الباب الدنيا مهجوره جوه، تحس ان جوه مفيش بني ادمين، بسبب بس يوم او اتنين بالكتير من غير تلميع. بصوا اللي هو الجزء المنور هناك ده شباك اهو. هو ده سبب هو ضرر ومش ضرر، يعني هو ضرر في التراب. بس بصراحه في الصيف بتبقي عايزه تسيبي الشقه وتقعدي في الحته اللي قدام قدام الشقه، من كميه الجمال الهواء اللي جاي من الحته دي. كده لمعنا وخلصناه اهوت. كده الريسبشن خلاص. الم ادواتي بقى وحاجاتي اهو، ادوات التنظيف بتاعتي. انا كنت بحط الحاجات دي في طبق، ايه الحكايه، في ايه اللي جرى. انا كنت الحاجات دي ما بمسكهاش في ايدي كلها كده، على طول كنت بحطهم في طبق كده، بتنقل بيه راحه جايه، وهو كان عشان ما فيش حاجه تتوه مني هنا ولا هنا. بصوا بقى الحمام، معلش اعذروني طبعا، الحمام ضيق وانا بصور بنفسي، محدش بيصور لي. فاعذروني ان الحمام ضيق وجاي ظهري، بس ايه يعني انا بحاول اتجنب شويه بصوا بقى الحمام ده انا وريته لكم قبل كده، ووريكم ايه العيب اللي فيه. طبعا انتوا شايفين اللي في ايدي، بس اكيد انتوا مش عارفين هو ايه، لو او ممكن يكون واضح بس انا اللي مش شايفه. الحمام بجد بجد، الارض سيئه سيئه، فوق قشطه كده ونضيفه حلو وجميل وشكله حلو كده جدا. لكن تحت بامانه الله رخم رخم بجد. طبعا اللي بستعمله دي انا عارفه ان انتوا حاجات فيه كتير قوي هيعلقوا لي عليها، وهيقولوا لي لا ما تستعملوهوش. بس انا هقول لكم على نفعه وهقول لكم على ضرره برضه. بصوا انا لمعت المرايه، بس لقيت فيها طرطشت، ما بتغسلوش يعني لما بيتشطفوا كده على الحوض
الصابون معلم في المرايه فصبنتها، ما رضيتش، ما ينفعش الجلانس فيها. اشطفها واظبطها واعمل كل الحاجات اللي من فوق دي، وبعد كده هوريكم الارض عامله ازاي، او انتوا اكيد شفتوها في الفيديو اللي فات. لان انا وانا بصور قلت لكم يا جماعه الحته دي انا مش لاقيه لها حل، كلور مش نافع، كلور خام مش نافع، حاجات للنظافه مخصصه للحاجات دي برضو مفيش فايده. من اضرار الترومبه، مش هقول لكم اضرار ترومبه مع اضرار نقاش، مش عارفه. بس المهم ان انا اول مره بجد في حاجه تغلبني كده، وما كنتش لاقيه له حل. يعني بقالي 6 شهور في الشقه دي مش لاقيه له حل. بصوا المنظر، بصوا هناك عند صفايا، المنظر هنا وحش جدا، بس الموبايل مش جايب المنظر بالظبط، لان الاضاءه هنا يعني مش عاليه قوي. بصوا بقى اللي برشه ده فلاش. تمام. طبعا هتقولوا لي مضر، هو مضر، بس انا عملت ايه؟ انا رشيت كده زي ما انتم شايفين، انا خلصت من فوق زي ما قلت لكم، رشيت وقفلت الباب وطلعت لبره. هوريكم الدنيا تبقى زي الفل ازاي دلوقتي، لان ده انا ما كنتش لاقيه له حل بامان. الحاجه الوحيده اللي جابت نتيجه في الحمام ده والحمام الكبير كان هو الفلاش. ماشي. الازازه ب5 جنيه، مش بحاجه، بتتضري منه من ريحته، وانه فعلا هو خطر انه يجي على ايدك. البسي كلافز والبسي كمامه. تمام. لو انت مضطريه توقفي في المكان، لكن انا ما وقفتش، انا كل اللي عملته زي ما انتم شايفين. بصوا الصدى انا مش عارفه، انا مش قادره اوصل ده ايه. المهم بصوا شايفين الدنيا عامله ازاي، هوريها لكم بعد شويه بقى. خلصت رش اهو، ورشيت المكان كله، بصوا بيتكتك زي النار، بيغلي زي ميه النار كده. ماشي. هسيبه وهقفل الباب لان هو بيطلع ريحه صعبه شويه. كل اللي هنعمله اهو قفلت لغايه ما يهدي خالص، وعرفت والريحه راحت وكله راح. دلقت شويه صابون وبالمقشه بقى، مش بحاجه، بالمقشه، عشان طبعا الحاجات دي تطلع، ومش محتاج سلكه خلاص. ماشي. بصوا بعد ما دعكت بقى، بصوا المنظر. بصوا بقى قشطه ازاي. دي فراغات اللي بين البلاط دي واقعه مش موجوده، لكن الفراغات الموجوده فيها جبس ابيض دي، بصوا بيضه بيضه بجد. لان الحمام الكبير انا عملته الفاصل اللي بين البلاط منه موجود، اللي هو الاسمنت الابيض فيه ابيض قشطه، وكده الحمام بقى زي الفل. واخيرا اخيرا بجد بجد، من ساعه ما جيت الشقه دي انا ببص لارضيه الحمام بتضايق بجد. بجد بجد حلو قوي وينظف. وزي ما قلت لكم هتضروا منه، البسي كلافز والبسي كمامه، عشان بس ما حدش يقول لي في تعليقات ده غلط. في ساعات بتضطر للغلط، بدل انت بتعرفي ازاي تحرصي منه. تمام. وخلصنا من الحمام كده الحمد لله بقى زي الفل. كده بقى هعمل الجزء دوت. هعمل برضو بالمقشه. على فكره انا عندي مقشه ايه يعني. انا مخليها مقشه للريسبشن وللاوض، ومخليها مقشه للمطبخ، لان مقشه الريسبشن مش هينفع ادخلها المطبخ. المطبخ بيوقع فيه حاجه فيها زيت وخضار مش عارفه ايه، حاجه بتقع مني في الارض، ما بستعملش ليها دي. اللي هي كنت بدعك بيها الحمام ديت. بعد ما بخلص بروح شطفها بكلور واسيبها تنشف واستعملها لارضيه المطبخ والطرقه اللي قدامها. هنا الريشه بتاعتي باظت، فعشان كده بعمل الاستندات دي بالفوطه. الريشه ربنا رزقني بكتكوت كده بينتف ريش اي حاجه موجوده. عفوا. يعني عندي بنتي سبحان الله بتشوف الرياشه كانها شايفه فرخه قدامها، بتمسكها تنتفها في ريشه ريشه كده. هقول لها نفسي اعرف بينك وبين الرياشه دي ايه، مش عارفه، ما بتقعدش عندي بسببها. بلعب يا ماما. طب بلعبي بحاجه بعيده عن دي. المهم طبعا استعملت الفوطه، لان بجد الرياشه اترمت في الزباله بمعنى صح. ان شاء الله نجيب واحده غيرها بس اما افتكر، لان بتنفعني بصراحه، بتجيب لي لوند. لان ساعات كتير قوي كنت يعني بخبط كده بمسك الفوطه اروح خبط. وده غلط كبير قوي. لكن الريشه بصراحه بريش بيها لوند النجف مش عارفه ايه، بتخلي الدنيا زي الفل. وبصراحه بتنفعني في دول، لاني بتشيل التراب وما بتخليش تراب على حاجه. كده خلاص، كده خلصت الجزئيه دي. مسحت، مش مسحت شلت السجاد، لا حوالين السجاد. ماشي. بالشرشوبه كده بكلور وظبطتها كده، ورحت ملمعه كل القصه دي. تمام. لسه عند البلكونه، بس معلش بقى هتعذروني في الحته ديت. الجزء اللي هو عند البلكونه دوت انا جيت ادمجه، رحت مسحاه من غير ما اقصد، من الاخر يعني. فالجزء دوت بصراحه مش هيجي وهو بيتنضف، هي الجزء ده بس اللي هيجي. كده خلصنا الحمام. انتوا استفدتوا بالفيديو ده، عشان انا عايزه اعمل لكم روتين يومي، لان في ناس بتطلب مني احنا عايزين روتين يومي، مش عايزين فيديوهات تحطها لنا كل فتره، لان انا بقالي زمن كتير قوي ما نزلتش فيديوهات. ماشي. فان شاء الله الروتين اليومي بتاعي يبقى بقى بكل
حلوياته وقاذوراته بمعنى اصح. بكراكيبه وبكله. ماشي، بمعنى ان انا هجيب لكم كل حاجه متنضفه مش متنضفه هجيبها لكم. ماشي، انما حته انا نضفت وخلصت وتشوفوا الدنيا قشطه دي لا. هشيل كل حاجه قدامكم. كده خلاص خلصت الريسبشن. وزي ما قلت لكم الجزء بتاع السفره انا يعني مش ما صورتوش، لا انا صورته بس اتمسح مني. تمام اهو كده خلاص كده الدنيا بقت زي الفل اهو. وعملت برضو البلكونه بس ما صورتش البلكونه لان الدنيا نهار. وبصراحه الساعه دي بتاعت الصبحيه دي انا قصادي قهوه الناحيه التانية. ماشي، فعشان كده ما رضيتش اصور البلكونه وانضفها. لان ابقى جايبه القهوه وابقى باين ان انا بصور. طبعا زي ما انتم شايفين انا مشتيه والكراسي مشتيه. والكراسي مشتيه طبعا انا ما خدتش بالي الا في الاخر خالص ان انا لابسه شكل الكراسي. المهم نخش بقى ايه على الحلبسه او حمص الشام. احنا عندنا بنقول حمص الشام وفي ناس بتقول عليها حلبسه. يعني لما تطلعي على الكورنيش كده وتروحي تطلبي تقولي انا عايزه حلبسه، لكن في بيوتنا احنا بنقول عليها حمص الشام او في الاماكن حوالينا يعني. جبت نص كيلو نقيته وغسلته وبليته في ميه زي ما انتم شايفين كده. انا بليته من بالليل لان الكلام البللان ده كان اخر النهار عشان مبقاش بكدب عليكم، ده كان اخر النهار. بليته وخليته لتاني يوم. تمام. بعد ما اتسلق بعد قصدي ما اتبل رحت ايه سلقاه. لما بيبليه وقت طويل بيتسلق معاكي ما بياخدش 10 دقايق ربع ساعه. لكن عايزاه مثلا ساعتين ثلاثه ياخد معاكي سوا. حطينا الحمص يستوي نعمل شفشق طماطم. طبعا اللي انا عاملاه ده نص كيلو بكميه الميه اللي انتوا شفتوها دي. عليها شفشق طماطم، الشفشق ده كيلو. تمام. هنفرمه في الخلاط كويس زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ايه نشوف هنعمل ايه. هنا بقى ايه، بصوا بقى. انا سلقت هشيل الريم مش هرمي الميه لسبب. انا غسلاه ولما كان منقوع والله انا شايله الميه بتاعته 3 مرات. تمام. هتيجي تسلقيه هترمي ميته وترجعي تحطي ميه جديده وتحطي طماطم وتحطي كمون، فاصبحت انت بتشربي ميه بطماطم وكمون وملح. ماشي، مش هيبقى فيها طعم الحمص. لكن كده انا اخليه زي القشطه دلوقتي لان انا عارفه ان ميته نظيفه وانا مغيراها كذا مره في النقع. فانا عايزه طعم الحمص انا مش عايزه ميه. لو مش عايزه ميه الطماطم يعني. بصوا ما بقاش في اي شيء اهو. حط شفشق الطماطم مع معلقه توم كبيره مفرومه حلو. اهي فين بقيه التوم لسه ايوه كده في باقي. مع معلقه ملح كبيره على حسب حيائك طبعا. وتوم وكمون معلقه. هو بص حمص الشام يعني كمون. كمون وليمون. بس طبعا في الحله ما فيش ليمون، الليمون في الكوبايه بس. آه كده هتسيبيها تستوي. هقول لك السوا هتعرفيه ازاي. بصي كده التومه مش عايمه على الوش ومفيش الريم ده. دي طماطم دي اللي انتوا شايفينها دي كده يعني تعتبر ريم الطماطم مش ريم الحمص. كده استوى. مش الحمص اللي استوى بس الطماطم نفسها استوت اديتك اللون الجميل دوت. وفي نفس الوقت التومه سقطت في قلب الحله من تحت. ما استواش هتلاقي التومه عايمه على الوش عشان تبقى عارفه ان لسه ما استواش. المهم استوى. خدنا شويه من الميه وهنعصر عليهم الليمون. كميه حلوه يعني كده عشان بعد كده ده اللي هتحطيه في الكوبايات. آه بصي انا حطيت طبعا في البوله ديت كمون وليمون. والكمون وليمون وطبعا انا ما حطيتش ملح لان الميه دي حقيقه طبعا. وحطيتها في البوله ديت. ماشي، عايزه تحطي في ازازه تحطي بس انا حطيت في الشوب ده بالنسبه ان هو اسهل. وعملت الشطه بنفس الطريقه للي عايز شطه. عايزاه حامي بقى عايزاه كده انت دي حاجه ترجعي. هنصبه بقى مع بعض زي ما انتم شايفين الجمال اهو. وريحته ايه اقولكوش بقى. ظبطنا اهو لا تقولوا لي محلات ولا غيره. وطبعا عملنا بمبلغ بسيط كميه كبيره. تمام. مش ايدي مش ايدي. مش ايدي طبعا مش ايدي ايدي بس. دي زوجي. انا بصور لليوتيوب وهو بيصور التيشيرت اللي هو بالطول يعني انا بصور بالعرض وهو بيصور بالطول فحب يظبط الكوبايه فطبعا مش ايدي والله طبعا. فهو ظبط من عنده فبانت ايديه هو. انا على الجنب اليمين والله بصوا ايدي باينه ايه. فين باين كم الجلابيه كم العبايه.
المهم زي ما انتم شايفين كده، متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد. وجربي الحلبسة في البيت حكاية. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة الشتاء.